الإخوة أعضاء المكتب الوطني والأخوات المؤتمرين والمناضلين، السادة ضيوف المؤتمر، يسعدني باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية الشغل أن أتوجه إليكم بالشكر على هذه الدعوة للحضور معكم في هذه المحطة الجديدة لتتويج آخر في مسار هذه الجمعية التعليمية المناضلة. لقد تجاوزت جمعية تضامن الجامعي المغربي اليوم أزيد من نصف قرن على وجودها كمنظمة فاعلة داعمة للحق النقابي، عندما كان الانتماء للنقابة جريمة يعاقب عليها المسؤولون، وكان الانتماء للنقابة هدف بعيد المنال، وداعمة ولا زالت النظام المهني القانوني لأسرة التعليم من خلال الدراسات والتعليقات والتوضيحات التي تنجزها لمواكبة وتبسيط الترسانة التعليمية القانونية ولتمكين أسرة التعليم من فهم حقوقها وواجباتها والدفاع عنها. لقد أدركت جمعية التضامن الجامعي منذ تأسيسها أهمية الاعتناء بتطوير العنصر البشري في تطوير المنظومة، واستطاعت بنجاح كبير أن تنهض بقسط وافر من هذه العناية، فقد شكلت منتجاتها ودراساتها والدلائل السنوية التي تنجزها مرجعا هاما بالنسبة للشغيلة التعليمية، سواء من أجل الترقي أو تحسين الأداء المهني أو ضبط المصادر من أجل الترافع لرفع المظالم. كل هذا كان يتم في وقت لم تكن فيه وزارة التربية الوطنية قادرة أو مهتمة بتقديم أبسط الخدمات لمواردها البشرية. وللأسف فإننا نلاحظ بقلق كبير أنه رغم توالي 3 أجيال من الإصلاحات التعليمية في أقل من 10 سنوات، أي ما بين 2008 و 2015، فإن وزارة التربية الوطنية الآن تكرر نفس الخطأ الذي تم ارتكابه منذ سنة 2000، تاريخ الشروع في تدشين أجيال جديدة من إصلاحات المنظومة بعد 20 سنة من سياسة التقشف في القطاع. إن الوزارة لحد الآن لم تجرؤ على اقتحام ملف العناية بتحسين الأوضاع المهنية لأسرة التعليم. نعم، يمكن إقرار البكالوريا الدولية والإنجليزية في الابتدائي وتنقيح الكتاب المدرسي ورفع عتبة النجاح وعسكرة امتحانات البكالوريا وتفويت المؤسسات التعليمية للخواص وتفويت مزيد من الاختصاصات الأكاديمية إلى غير ذلك من الإجراءات والقرارات، لكن كل ذلك لن ينقذ المنظومة من أزمتها، ولن يحسن من جودة التعلمات، ولن يقلص من نسبة الهدر المدرسي، ولن يرفع من نسبة النجاح في البكالوريا إذا لم تهتم الوزارة بالعنصر البشري بتوفير العدد الكافي من نساء ورجال التعليم وتكوين أساس جيد وتكوين مستمر ملائم للحاجيات الحقيقية لنساء ورجال التعليم، وإشراك أسرة التعليم في مراجعة الكتب الدراسية وفي وضع المناهج وغير ذلك من الحياة الدراسية. وفي ظل الغياب الكلي للوزارة يظل التضامن الجامعي حاضرا مساهما بإمكانياته المحدودة في ردم وسد هذه الثغرة الكبيرة في منظومتنا. لذلك من واجبنا كحركة نقابية تعليمية أن نتوجه للإخوة في التضامن الجامعي المغربي بالشكر الجزيل على ما أسدوه من خدمات للمنظومة التعليمية وللعاملين فيها، وعلى ما أسدوه من خدمات للدفاع عن الحق النقابي ودعم ممارسته. أخواتي إخواني، إن الشعار الذي اختاره إخواننا في التضامن الجامعي لتنظيم المؤتمر 12 يلخص بامتياز الإشكاليات التي تواجه المنظومة التعليمية اليوم. فالدفاع عن المدارس العمومية ليس طرفا
بل يشكل عمق الصراع من أجل الحفاظ على المدرسة العمومية كخدمة عمومية لكل أبناء الفئات المسحوقة، وأداة للارتقاء الاجتماعي لهذه الفئات للتخلص من الجهل والفقر. إن الدفاع عن المدرسة العمومية هو الترجمة العملية لمبدأ حقوق الإنسان الذي هو الحق بالتعلم والتعليم، كما أن شعار تضامن أسرة التعليم هو الأداة الأساسية للدفاع عن المدرسة العمومية. تحقيق هذا الشرط هو المدخل لتحقيق هدف الدفاع عن المدرسة العمومية. ونحن في النقابة الوطنية للتعليم نعتبر أن معركتكم كانت دائما هي معركتنا، واليوم ونحن نهنئ الإخوة في التضامن الجامعي على تحقيقهم لنجاح آخر في هذه المسيرة الموفقة، فإننا نجدد لهم التأكيد أننا معهم في هذه المعركة الجديدة من أجل حماية المدارس العمومية وتطويرها. والسلام عليكم.